حاجه اول مره في حياتي اجربها، تاكسي من المستقبل. تاكسي مش محتاج سواق يسوق، بتطلبه بالابلكيشن ويجي ياخدك من مكان لمكان، وشغال دلوقتي بس في المنطقه اللي احنا فيها دي علشان هو في مرحله التجربه. في كل مره باجي على الامارات بلاقي حاجات جديده بشوفها لاول مره، وده اللي احنا هنعمله في فيديو النهارده. بس عايز اقول لكم ان فيديو النهارده برعايه اولا فلاي اي سيم، وهي شريحه الكترونيه للانترنت تقدر تستخدمها في مصر والامارات والسعوديه لو رايح تعمل عمره، ودول عربيه ثانيه ودول كتير جدا حول العالم. وسعرهم بيوصل لدولار واحد بس. الانترنت غير محدود في اليوم لاكثر من 45 بلد حول العالم. كل اللي عايز تعمله انك تدخل على اللينك بتاعهم اللي هتلاقوه تحت في اول كومنتس، وتاخدوا خصم 5% على الشريحه وتشتروها في اي حته رايحينها قبل ما تسافروا. الشريحه الالكترونيه يعني انا دلوقتي عندي انترنت على الموبايل، ولكن من غير ما اطلع الشريحه بتاعتي او السيم كارد بتاعتي ارجعها تاني، لا، انا عندي سيم كارد بتاعتي بتاعت مصر لسه موجوده زي ما هي، وفي نفس الوقت عندي بالاضافه ليها شريحه الكترونيه. وخلال الفيديو النهارده هنجرب الشريحه دي ونشوف ايه المميزات وايه العيوب. وتاني حاجه ان احنا وصلنا دبي. دبي بالنسبه لي هي اسهل مدينه عربيه، ويمكن اسهل مدينه في العالم تقدر تدخلها. تطلع الفيزا بسرعه جدا، بطلعها في اقل من يوم تقريبا، وبتيجي هنا ممكن تاخد مترو بارخص سعر ممكن. ولو انت اول مره هنا يبقى ليك ميزه كبيره قوي، عشان هتبقى قاعد في اول عربيه تتفرج على البلد كلها وانت ماشي. تعالوا اقول لكم ازاي. اول ما دخلت لقيتهم عاملين محل ورد بيبيعوا ورود، علشان ايه؟ لو انت جاي تستقبل حد تشتري له ورد. معروف ان دبي مش رخيصه، وانت لو جيت هنا وعايز تاخد تاكسي اخر مره كان فتح كلام كده عشان تطلع بس من المطار 25 درهم، وبعد كده تبدا تحسب المشوار. ما اعرفش دلوقتي اتغيرت ولا لا، لو اتغيرت هتبقى اغلى طبعا. ولكن هنا بالمترو لو انت هتركب المترو العادي هتدفع 10 ونص. انا حجزت تذكره جولد تيكت ب 19 درهم. يعني ايه جولد تيكت؟ جولد تيكت دي بتبقى عربيه كده لوحدها قدام، بتقعد فيها. اولا هتبقى فاضيه بنسبه كبيره جدا، ثانيا بتبقى في اول المترو فتتفرج على البلد كلها وانت ماشي، وبعد كده تنزل عند المحطه اللي جنب المكان اللي انت ساكن فيه، سواء كنت ساكن عند المترو بالظبط او ممكن تنزل هناك وتاخد تاكسي لاقرب مكان. المحطة القادمة هي يا سلام. احسن وقت تيجي فيه دبي هو وقت الشتاء، واللي جه دبي قبل كده عارف ان اغلى حاجه موجوده هنا هي السكن، خصوصا لو انت مش جاي لوحدك وجاي معاك كذا حد وعايزين تقعدوا في اوتيل حلو كده ولذيذ. فلو رحت هتدفع فلوس كتير قوي. فحل حاجه زي كده هو ان انت تاخد شقه فندقيه زي الشقه اللي انا قاعد فيها دي. شقه 2 بيدروم فيها اوضتين، كل اوضه ماستر منفصله، وشقه موجوده في حته لذيذه، وعندك ليفنج وعندك سفره وعندك مطبخ فيه كل الحاجات. حتى لو انت عايز تطبخ في البيت تقدر تعمل كده، فده حاجه بتخليك توفر وتقعد في مكان حلو. قبل ما نتحرك من دبي ونروح على ابو ظبي علشان نجرب تاكسي بدون سواق، خلوني اوريكم خدمه اولا فلاي بتشتغل ازاي، لان انا جاي بيها من مصر وهي جاهزه وشغلتها هنا اول ما وصلت. فاول حاجه مهمه ان انت تقدر تشغل الهوت سبوت، لان في خدمات ساعات الهوت سبوت ما يفتحش معاك ان انت تشير النت بتاعك مع حد تاني. فانا هعمل كده دلوقتي مع اللابتوب. الموضوع عامه بسيط جدا، وهو ان انت تفتح موقع اولا فلاي اي سيم اللي هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الكومنتس. اول ما بنفتح الموقع بنلاقيه بالاسباني، فممكن ندوس فوق هنا ونشغله على الانجليش او حتى على العربي. وممكن نغير العمله نخليها بالدولار، لان انا جربت اشوف بكذا سعر لقيت الدولار احسن لنا من ان احنا ندفع مثلا باليورو. يعني الحاجه بالدولار بيكون سعرها لينا احنا احسن. اول ما تفتح الموقع هتلاقي فيه شات، لان هم عندهم خدمه دعم لمده 24 ساعه طول الاسبوع. انت في اي وقت في الاسبوع تقدر تكلم لو في اي مشكله ويحلوها لك على طول. الموقع عامه بتاعهم بسيط جدا، انت مش محتاج تعمل اي حاجه غير انك تختار البلد اللي انت رايحها وتشتري الباقه اللي انت عايزها لو في كذا باقه متوفره، وخلاص انت كده جاهز. لان الفكره من الموضوع ان هم بيكونوا عاملين تعاقد مع الشركات اللي موجوده في البلد. يعني هنا مثلا في الامارات متعاقدين مع اتصالات، فانا دلوقتي عندي النت بتاع الموبايل اتصالات. الامارات عامه فيها خدمه الاي سيم، يعني انت ممكن تروح اتصالات او دو تشتري اي سيم، بس لازم تكون مقيم في البلد. لكن لو انت سايح مش هتقدر تشتري غير الشريحه الفيزيكال، اللي هي شريحه لازم تتحط جوه الموبايل. واسعارهم بتفرق من بلد لبلد، فانت شوف البلد اللي انت رايحها واختار على حسب السعر انت شايفه سعر مناسب ليك وانت رايح البلد دي. فده حاجه حلوه جدا. انا مثلا رحت امريكا السنه اللي فاتت دفعت $100 في اسبوعين. هم هنا عاملين خدمه امريكا ب $19 نت غير محدود لمده 5 ايام، و$34 10 ايام، و$47 15 يوم. انا ساعتها دفعت $100 في ال 15 يوم، فده بالنسبه لي كان هيبقى اوبشن احسن بكتير. احنا دلوقتي رايحين الامارات او احنا في الامارات فعلا، فلو كتبنا الامارات هنلاقي نفس الكلام، لمحه عامه، وصف للمنتج، التوافق بتاعت الاجهزه اللي انت معاك، والشبكه اللي انت بتستخدمها وهي اتصالات موبايل، ومكتوب 4G و LTE. هنا كان شغال ال 5G وال 4G، ولكن انا اخترت من الموبايل ان انا ابقى على ال 4G علشان اوفر في النت ما يخلصش مني بسرعه، لان في الامارات هنا
الخدمه سريعه جدا. يعني انت ممكن تبقى فاتح 5G تلاقي النت بتاعك بيخلص اسرع ما انت متعود، فال4G احسن لنا خصوصا لو انت مسافر سياحه. نفس الكلام لو انت رايح السعوديه عمره مثلا، برضو السعوديه متغطيه مع اول فلاي. فانا يعني حاولت اشوف دول كتير، لقيت دول كتير جدا متاحه على اول فلاي. بعد كده كل اللي عليك تعمله ان انت بتختار انت عايز شريحه واحده او 2 أو 3 وتعمل اضافه الى السله واتمام الطلب. بس كده كده ما فضلش غير ان احنا ندفع، وعلى طول يجي لك ايميل ان انت اشتركت في اولا فلاي ومعاه الQR كود، الطريقه المانيوال وازاي تسطب الانترنت عندك على الموبايل. واول ما توصل للبلد تروح فاتح الخط تلاقيه شغال معاك. اللي ورانا دي فراري وورلد، احنا رايحين على ابو ظبي علشان نجرب حاجه اول مره في حياتي اجربها، وهو تاكسي من المستقبل. تاكسي مش محتاج سواق يسوق، بتطلبه بالابلكيشن ويجي ياخدك من مكان لمكان، وبشغال دلوقتي بس في المنطقه اللي احنا فيها دي علشان هو في مرحله التجربه. في حاجه تانية مميزه جدا في الاي سيم بتاعت اولا فلاي، وهي ان انت وانت بتستخدمها بيكون مفتوح عندك VPN. في دول زي مثلا احنا هنا في الامارات ما ينفعش نستخدم الابلكيشنز بتاعت الاتصالات، ولكن واحنا حاطين الاي سيم نقدر نستخدمه. الو ازيك يا عمور؟ ازيك يا محمد، عامل ايه؟ وحشني جدا. اخبار دبي ايه؟ لا طمني عليك والدنيا، الجو عامل ايه؟ انا اسمع ان الدنيا ما شاء الله اختلفت خالص عن زمان. طبعا ده الفنان عمرو الهادي، فانا قلت اكلمه عشان نجرب الماسنجر معاه، لان الماسنجر في العادي هنا مبقاش شغال. ماشي يا دكتور عمرو، احنا هنسيبك بقى تركز في شغلك ونرجع احنا للتاكسي بدون سائق. انجوي يا جماعه. اهلا طبعا. ميسيو كابتن زيزو ملك العقارات في الامارات. احنا دلوقتي جينا عند ايكيا علشان نركن العربيه عشان ندور على ركنه ونطلب التاكسي من هنا، لان في مكان هنا في ايكيا للتاكسيات، فهنيجي هنا ونطلب التاكسي ونجربه. ومكتوب ان هو خدمه مجانيه 100% اوف. اللي ورانا ده تاكسي بيمشي من غير سواق، مش محتاج سواق زي اللي هناك ده وزي ده. فاحنا جايين هنا عشان نجربه، لان انا كل مره باجي الامارات بحاول اجرب الحاجات الجديده، وكل مره باجي بلاقي حاجه جديده. فده ابلكيشن بنطلب بيه التاكسي، شغال دلوقتي في المنطقه اللي احنا فيها بس، هي منطقه ياس ايلاند والسعديات. ممكن تروح من هنا لهنا وكمان مجانا، لان هم عاملين الفتره دي فتره تجربه، فانت ممكن تطلبه وتركب وتجرب التجربه مجانا، ولكن بيكون فيه سواق. احنا قلنا ان هو من غير سواق، بس هو عشان فتره التجربه السواق بيكون موجود بس فور سيفتي. هو حتى ما اسموش سواق على الابلكيشن، اسمه السيفتي اوفيسر. فيبقى قاعد ما بيعملش اي حاجه وايديه بعيده عن الدركسيون وبعيده عن كل حاجه. الناس بتتصور معاه لان هو حاجه جديده برضه، ففي ناس مش عارفاه. You can order one, it's for free by the way. You wanna come? We'll come back here. يلا. خدنا الراجل معانا منه كان منبهر بالموضوع، قلنا له ايه تعالى اركب معانا وتفسح ونجرب. وانس ان احنا عملنا كونفirmation العربيه بتبدا تمشي لوحدها، مفيش اي حاجه. الراجل بس قاعد علشان ايه؟ سيفتي، لان احنا في مرحله التجربه. الراجل اللي قاعد جنبنا يعني ايه؟ هو قاعد راكب في العربيه وهي عماله تسوق بيه يمين وشمال ولا اكنه موجود. ايه رايك كابتن زيزو في الحوار ده؟ والله يا كابتن هادي حوار جامد جدا الصراحه. اللي احنا فيه ده هو ده المستقبل، ان انت هتبقى راكب بعد كده تاكسي قدام من غير السواق اصلا. ايه الزرار الاحمر ده؟ ده ايه؟ باراشوت. الاحمر ده عشان لو سواق حب يتحكم بالعربيه بيدوس عليه يبدا هو يتحكم، وده زي الفتيس بس ايه؟ فتيس مستقبلي بس، ويجي بقى ايه ويركن ويحضن، واحنا كده وصلنا. بص، اول ما عملنا كونفirmation العربيه تبدا تتحرك على طول. السلام. واحنا راجعين العربيه قلت اركب ورا بقى عشان ما جربنا نركب ورا ونركب قدام. ده كده احنا، ودي العربيات اللي راكنه قدامنا. دلوقتي الاشاره فتحت، الناس بدات تمشي فبداوا يمشوا. عربيه اهو 1 2 3 اللي هم دول. في عربيه جايه من هنا اهي. فهو طول ما انت ماشي بيرسم لبعيد قوي. اي خدمه. اهي فسحه اهي. والله تجربه حلوه جدا، ومتحمس بقى ان هم يطبقوا الفكره دي في دبي. انتوا عامه ايه رايكم في التجربه؟ يعني تحبوا تركبوا تاكسي يكون فيه سواق، ولا تاكسي من غير سواق تركب مع السواق كده يقعد يحكي لك بقى على المشاكل والمخالفه اللي خدها النهارده الصبح وكل الحوارات دي، ولا تركب كده ايه وتريح بالك وتبقى قاعد العربيه ماشيه بيك لوحدها؟ انا عن نفسي بحب السواقه جدا وبحب ان انا اسوق، ولكن احب برضو ان انا يبقى في اوقات لو راكب العربيه وما بسوقش وهي ماشيه لوحدها. ففي الحالتين لو انا راكب تاكسي او حتى عربيتي احب ان انا يكون عندي الاختيار ان انا اسوق او ما اسوقش وابقى قاعد كده مريح دماغي.